السلام عليكم. دابا كنتواجدوا لهذا البركان اللي غرق فيه هذاك الشاب. هذا واحد النداء بغيت نوجهه للاباء والاولياء التلاميذ باش يديروا التوعيه للابناء ديالهم. هذا الابن الصغير اللي توفى، من هذا المنبر كنعزيو الاسره ديالو، الكبيره والصغيره، في هذا المرحوم هذا اللي شاب، اللي مقتضى العمر ديالو 14 سنه، اللي مازال باقي له من الحياه ديالو، باقي له بزاف امور ديالو في الحياه ديالو، ولكن كنتاسفوا. ردوا البال لوليداتكم، الله يجازيكم بخير. وكنشكروا من هذا المنبر السلطات المحليه ولا السلطات الاقليميه اللي قاموا المجهودات ديالهم، ولا قوات المساعده، ولا جميع اللي قام المجهودات ديالهم. وبالنسبه للوقايه المدنيه نفس الشيء، حتى هي اللي قامت بمجهودات كبير باش يجبدوا هذا. يعني الوقايه المدنيه اللي انتقلت من مدينه وجده الى عين بن مطهر، كانوا باشروا العمليه. بالنسبه لعين بن مطهر ما قدروش، ماشي نقولوا ما قدروش، الله يحسن العوان، راه الخبره كتلعب دور كبير. وبالنسبه للوقايه المدنيه نفس الشيء ديال جراده، نفس الشيء الوقايه ديال وجده اللي جاوا وتمكنوا باش يجبدوا هذا الولد. هذا تقريبا 5 السوايع ديال يعني تفقد في وسط الماء، والحمد لله الحمد لله. هذه واحد الرساله لاولياء التلاميذ، ردوا البال مع وليداتكم. وبالنسبه لهذه واحد الرساله للجهات المعنيه، يحاولوا يديروا شي عساس، ولا يديروا شي كرياج، ولا يديروا شي حاجه اللي باش ما يبقاش يجيو. لان ربما هذه حاله، ما عرف واش ثالث حاله ولا ثاني حاله بعد واحد الحاله ديجا عقلت عليها اللي وصلت، مانيش عاقل بالضبط. يعني صراحه باش يردوا البال لوليداتهم، لان هذه البركه هذه راه غارقه وكتشد الانسان، هي فيها الطين. هذا هو المشكل. لو كانت مره كنقولوا تنقى ولا شي حاجه ما نوقعوش هذا المشكل هذا، ولكن يحاولوا يردوا البال لهذه الامور هذه، لان امور بسيطه. والله يحسن العوان، بغيو الشباب يبغيو يفرغوا الطاقات ديالهم، يبغيو شحال من حاجه، ولكن ما كيلقاوش. الله يحسن العوان. المهم هذا المنبر كنشكروا جميع السلطات المحليه ولا الاقليميه ولا الامن الوطني ولا القوات المساعده اللي قاموا بالمجهودات ديالهم. هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، بغيت نبارطاجي معكم هذه المعلومات باش تردوا البال مع وليداتكم وديروا لهم مزيد من التوعيه. حتى حنا كمجتمع مدني وكفاعل جمعوي، حنا خصنا نقوموا بالمهام ديالنا، واخا كان حنا نقوموا بحوايج اخرى، ولكن الالتفاته من هذا الشيء ديال السباحه. وهذا الشيء خص على الاقل بعدا يكون انسان واخا يعرف، يقدر شويه يعرف يعوم، بعدا يقدر ينقذ راسه. يقدر الانسان ما يعرفش يعوم، باغي غير يعوم وما عارفش يعوم، يدخل يغرق. نطلبوا الله سبحانه وتعالى يرحم هذا الفقيد ويكون معاه، والله يصبر الاهل ديالو ويصبر العائله ديالو. والسلام عليكم.